معايا بقى الكيك ديكوريتور. احنا طبعا الكيك ده في كل مناسباتنا، ده شيء اساسي جدا. معايا الاستاذه نرمين البشلاوي الكيك ديكوريتور. استاذه نرمين اهلا بيكي. اهلا بيكي يا حبيبتي، وكل سنه ومصر كلها بخير واقباط مصر بخير يا رب وسلام. يا رب دايما بالف خير لكل مصر وكل المصريين. خليني اسالكم كده في البدايه ازاي احتفلتوا، بس خليني اروح للاستاذه نرمين البشلاوي. يا استاذه نرمين، موضوع الكيك ديكوريتور بقى شيء اساسي جدا، يعني طبعا. احنا زمان كنا بنكتفي بالتورته سواء كانت شوكولا او فانيليا وخلاص على كده، ما كانش عمر حد بيفكر وبيهتم بموضوع الديكوريشن بتاعها. دلوقتي التورته اللي بتيجي احنا بنطلب الديكوريشن الاول تمام قبل محتواها، يعني هو مش مهم جواها في ايه. هو بصراحه الكيك عموما بقى فن بيجمع كل انواع الفنون مع بعض. صحيح. من اول الالوان لاختيار الخامات اللي هنشتغل بيها للنحت كل الحاجات الجميله في نفس الموضوع، في نفس الكيك. وكمان بحاجه بتفرحنا، يعني صحيح. بتكمل الاحتفال بفرحه. اول ما بتلاقي حد بتقولي له حفله، اول حاجه بيفكر فيها الكيك والحاجه الحلوه اللي هياكلها ساعتها، وهتبقى يا ترى مناسبه للموضوع ولا لا. بالظبط. تحديدا النهارده احنا ما عندناش مناسبه من غير اكل، لازم فيها اكله يعني، ولازم تبقى حاجه حلوه برضه يعني. وحاجه حلوه طبعا اكيد. ومن ابسط الحاجات اللي ممكن نعملها النهارده، انا اصلا جايه عشان افهم كل السيدات واقول لهم يلا نعمل كل حاجه مع اولادنا، لان الخامات دي بقت موجوده يعني والمعدات نفسها موجوده ومتاحه. الالوان الصحيه بقت موجوده. الموضوع سهل يا استاذه نرمين يعني جدا، بس لو خدناه بحب وخدناه بشياكه وبساطه. النهارده جايه ابسط. قولي لنا كده ايه الجديد عامه في الديكوريشن بتاعت الكيكس، وبعد كده تقولي لنا بقى كل ست بيت حابه تبدا في الموضوع تبدا ازاي. انا هبتدي بابسط حاجه عشان نشوف قد ايه وصلنا بالتكنولوجيا الجديده والحديثه، ان احنا نطبع على ورقه ونسميها ورقه سكر. يعني ورقه فندان خفيفه جدا ورفيعه جدا. انا ممكن احط عليها صوره اللي انا عايزاها، اي شكل ممكن احطه هنا في المكان ده على الورقه دي. الطباعه دي بتبقى بماده اي شكل بالوان غذائيه صحيه في اماكن معينه طبعا يتطبع بتطبع، وبرجع احطها على كب كيك على كوكيز زي ما حضرتك شايفه كده. بتبقى في منتهى الشياكه، بتبين لي انا يعني المفروض ان انا حفله بتاعت ايه. انا في مكان طبعا احنا مش اي صوره اللي معانا دي سيده بتاعتنا دي طبعا انا جاي احتفل بيكم النهارده كلكم يعني. فطبعا يعني احنا ممكن نفتكر بيها بشويه كوكيز، نفتكر صور بتاعتنا قديمه مع عائلتنا مثلا. نحط صور ولادنا واصحابهم. طبعا باستعانه بقى باولادنا اللي هيقصوا ويشتغلوا قص ولزق، يعني فن برضه هو عادي جدا وبنعمله كتير، بس لما هيعملوا الحاجه دي بايديهم الموضوع هيختلف معاهم خالص. طبعا ده غير كمان ان الحفله دي هتبقى حفله بلس، فيها حاجه بقى جديده، فيها حاجه زياده. صح. احنا اشتغلنا قبل الحفله عشان نجهز للحفله دي، فهتبقى كل حاجه محطوطه معموله بحب وبجدعنه بقى، ونلم اصحابنا ونقعد. دي نشاط رائع للولاد. اول حاجه بتديهم طاقه ايجابيه غير عاديه، طبعا بيحسوا ان هم جزء من البيت مشاركين، وهي كلها عباره عن خامه خفيفه وما فيهاش اي مشكله، وبقت متاحه في مصر الحمد لله. الحاجات دي ما كانتش عندنا زمان، يعني مامهاتنا ربنا يكون في عونهم كانوا بيعملوا الموضوع صعب. احنا دلوقتي جدا الدنيا بقت يعني دلوقتي الموضوع بقى ابسط منه. ما فيش، انا ممكن اعمل حفله كبيره جدا ونص الحفله دي حاجات هم اللي عاملينها. طب قولي لي بتحتاجي ايه يعني دلوقتي؟ لو اي ست بيت متابعانا وتحمست شافت التورت الرائعه الشيك دي جدا اللي هنشرحها دلوقتي بالتفصيل، وقالت انا هعمل كده، يعني هبدا ان انا اعمل ديكوريشن واعمل الكيك في البيت واعمل الديكوريشن بتاعته، تمام. محتاج ايه ومحتاجه تتعلم ايه يعني؟ قولي لي اول حاجه هي اكيد كلنا بنعرف نعمل الكيكه اللي هي كل الناس بتدخل اكيد قوي يعني، بس ممكن نعملها في حلقه جايه براحتنا. اول ماده لازم تبقى موجوده يعني. اوكي. بعد كده بنبتدي ندور على خاماتنا المظبوطه الصحيه. مش اي حاجه بقى تقول لا دي رخيص ده غالي فمش هجيبه. واحنا بنختار بقى الخامات، نختار بعنايه، لانه دي حاجه هياكلها اولادنا، واحنا الصحه دي نمبر 1 طبعا احنا بندور عليها. فلازم كل حاجه هنحطها نبقى متاكدين ان الماتيريال دي او الماده دي ماده غذائيه 100%. طيب من غير ما نقول اسماء خامات، هل في برضو بخبرتك كده يعني تقولي لنا تفاصيل لو في خامات معينه ازاي اعرفها اذا كانت كويسه؟ طبعا انا اول خامه واحسن خامه في الشغل هي دايما خامه الفندان. واسهل حاجه الولاد بيحبوها زي الصلصال بالظبط، هيقعدوا يلعبوا بيها، يعملوا لك حاجه زي الجميله دي بابا نويل اهو، هم اللي ممكن يقعدوا يلعبوا بيها ويعملوها غذائيه صحيه، لانها عباره عن عجينه سكر
فانا لما هيبقى طفل عنده سنتين هيقعد يلعب بيها هيبقى مبسوط، اول حاجه هيبقى مبسوط وسعيد قوي طبعا. وحتى لو ايده جت على بقه على عينه على مش عارف ايه، دخل حاجه جوه بقه منها، هي اكيد بقى الخطر اللي بنخاف من الصلصال منه. حتى الكيميائيات بتاعه الصلصال والالوان بتاعتها برضو غلط على البشره. ما نفتكرش ان الولد كبير فانا ممكن ان عادي اصله مش هيحط ايده في بقه. احنا لازم غذائيا وصحيا لازم ناخد بالنا ولادنا بيتعاملوا بمواد ايه كويس. دي مهمه قوي. حلو. يعني يمكن ستات كتير مش بتاخد بالها من الحته دي طبعا. بس برضو ملامسه العين وملامسه الايدين. بيقول لي فجاه لقيت حساسيه في جسم ابني، ما هو الالوان الصناعيه اللي ممكن يكون بيستعملها في الرسم او في الصلصال وهو بيلعب، فناخد بالنا من القصه دي. حلو. يبقى هنلعب بالفندام ده، هنعمل الاشكال الجميله دي. شويه قطاعات بسيطه جدا زي ما حضرتك شايفه كده، عملنا كوكيزيه خبزناها والولاد هم اللي حطوا الدواير الفندام وحطوا السنوفليك بتاعه الكريسماس الجميله دي اللي هي بمنتهى البساطه. بصوا الستار بتاعه الكريسماس عامله ازاي، هي قطاعه، هي نفس القطاعه، مفيش اي مشكله خالص. دي بالونه وفرقعت بسيطه. انتوا خفتوا ليه؟ بس كده الدنيا بتبقى سهله ونسهل على نفسنا ونبسط على نفسنا ونعمل احتفالات. ايه المشكله؟ ونعمل انشطه جانبيه في الاحتفال للاطفال يكونوا هم ترابيزه الاستقبال بتاعه الحفله. هتلاقي الجو كله لذيذ، هتلاقي الطاقه الايجابيه مالت الدنيا والولاد مبسوطين، والديكور بقى بتاع جيجي كمل بالجاتوهات والتورت والكوكيز واللعب الحلو ده. تمام. انا كنت بسالك بقى برضو لو يعني اي سيده هتبدا، قلتي لي اول حاجه الخامات، تختار الخامات. طبعا. ايه تاني؟ الكريمات بتاعتي هو بالظبط 3 حاجات لازم نبقى عارفين هي ايه. هنعمل الكيكه هنحشيها ازاي وهنغطيها بايه بس. اوكي. اكتر من كده احنا مش محتاجين. فلو ال3 دول احنا رتبناهم بالورقه والقلم. دايما احنا عندنا مشكله ان احنا داخلين في الحاجه من غير ترتيب. لازم كل حياتنا نعيشها بترتيب شويه. ورقه وقلم معاكي، انا هشتري كذا فانا محتاجه هروح المحل ده اجيب منه كذا كذا كذا. يبقى الورقه دي جايد بتاعي، ابقى عارفه هعمل ايه. الحته دي هجيب منها كذا، الحته دي هجيب منها كذا. هلاقي نفسي هحطها على الثلاجه بتاعتي وهبتدي اشتغل قبلها باسبوع، اسبوع واحد. كل يوم هعمل حاجه. هلاقي نفسي عملت حفله تجنن وما فيهاش اي تكاليف، مش زي التكاليف بقى اللي احنا بنسمع عنها. كلميني بقى عن التكاليف دي اهم حاجه. لان احنا طبعا في يعني الزمن اللي احنا فيه دلوقتي المفروض ان احنا نقتصد بقى شويه في حياتنا. طبعا كل الاسعار مرتفعه والكيكس تحديدا من الحاجات يعني بتعتبر يعني بصراحه هو الفن يعني هو عموما الكيكس والسكريات واي حاجه حلوه اكيد سعرها لازم هيغلى لانه اكيد الخامات غليت. طبعا كل حاجه في الشوكولاته والكلام ده كله غلي. فخليني اقول لك ان انت لو عملتيها بنفسك بمساعده الولاد وبمساعده ولادك اللي سواء كبار او صغيرين هتلاقي الدنيا لطيفه. اختلفت بس برضو طب انا اهم حاجه التنظيم. صحيح، دي نقطة مهمة جدا برضو حضرتك يعني لفتي النظر ليها. ده أكيد في أي حاجة فاهمة كده برضو. بنتكلم عن حياتنا في حفلاتنا كلها لازم نظام. صحيح. أي سيدة بتقوم بمشروع، يمكن أنت عشان ديكوريشن حفلات والأستاذة نرمين ديكوريشن للكيكس، فمدركين أهمية فكرة التنظيم إنه بيفرق في نجاح الحاجة. هرجع لك عشان نعرف التورتتين دول ازاي، ايه الخامات اللي ممكن نحتاجهم عشان نقوم بيهم وتكلفتهم في الآخر تقريبا قد ايه الفرق بينها وبين بره. بس خلينا طيب اروح للاستاذه نرمين. مدام نرمين انا عايزاكي تشرحي لي بقى التورتتين دول. اولا التورته اللي هي الاوف وايت دي في ذهبي مختلفه. دي تورته فرح. خليني اعترف انها يعني واضح انها حاجه يعني بقى افراح او كده. قولي لنا استخدمتي ايه عشان تعمليها، ايه الخامات اللي مستخدماها؟ اولا هي الاساس في تورت الافراح عموما دلوقتي ان احنا نعمل ورد. طب الورد ده معقوله هيبقى حاجه بلاستيك مثلا هنحطها على كيك هناكله ولا وطبعا برضو الدانتيلات دي معقوله هتبقى بلاستيك رقيقه بشكل يعني انا باكل حاجه وحاسه ان فيها حاجه مصنعه وبلاستيك. طبعا دي حاجه يعني ايه خلاص ما عادش الكلام ده. زمان ممكن كنا نحط حاجه زي دي صحيح. لكن دلوقتي لا، مع الوعي الصحي ما ينفعش بقى الحاجات احنا نحط حاجه مصنعه حتى لو مش هناكلها هيبقى فيها ضرر انها فبقى عندنا دلوقتي خامات احلى كتير وابسط كتير زي دي مثلا. دي دانتيل سكر، يعني احنا عاملينه بشغله كله بخامه اسمها ليسيه من السكر. برضو بتتحط في مولد بيطلعها لي نفس شكل بالظبط الدانتيلات اللي احنا بنروح نشتريها من الخردواتي والناس اللي بيحطوها كلها في هدومهم والكلام من ده. فطبعا دي لما هنيجي نثبتها هنا على التورته هتدي شكل رائع وشيك في نفس الوقت.
بتتثبت بابسط الخامات. احنا ممكن نبل ميه بس للفندام هيلزق هيبقى بس دي ملزوقه. وبعد كده بنبتنها بالالوان الغذائيه. الجولد اللي حضرتك شايفاه ده كله الوان غذائيه. يعني دي عباره عن ورده سكر بسيطه جدا وحاجه كده ممكن نكسرها حتى عشان نوريها للمشاهد قد ايه هي بتتفتفت. والموضوع فعلا بقى بسيط وغير الاول. الورده دي بتعمل قبلها بكام يوم بس بالقطاعات بتاعتها المخصوصه. المفروض ان هي بتتحط المفروض ليها خطوات وبتتثبت جوه بعضها وتتساب تنشف. بعد كده بتتثبت على التورته بمنتهى البساطه. عملت جو تاني خالص وعملت تورته فرح رائعه. ممكن احط عليها بقى توبر بحرفين العريس والعروسه. ممكن نعمل جو تاني خالص للحفله لو احنا بقى كمان اللي عملناها. صحيح. يعني دي اللي ممكن ينفذها ست كبيره بنت صغيره مع برضو مساعده العيله كلها. ممكن ننفذ تورته الفرح دي وتبقى حاجه معموله بمحبه وبشياكه في نفس الوقت ومختلفه زي ما انا شايفاها كده. يعني الدانتال بصراحه مخليها شيك شياكه مع الطبق نفسه. يعني السيرفيس اللي محطوط عليه او طبق التورته ده عامل ماتشنج معاه جميل جدا فعلا. طيب التورته بقى الثانيه، التورته الثانيه لسه كانت جيجي بتتكلم عن السبوع. السبوع بقى لازم ندلع البيبي ده شويه. نعمل له بقى شويه ستارز من الفندام نحطهم على شويه اسلاك برضو ملفوفه بورق مظبوط عشان ما تدخلش تتفاعل مع الاكل جوه او مع الكيكه. شويه بقى لعب. ممكن الاطفال نفسهم يعملوا الستارز دي بقطاعات صغيره. دي برضو في اسطمبه بتطلع شكل البيبي ده على طول بمنتهى البساطه. احط شويه الفندام. هي نفس العجينه دي اللي احنا بنحكي عنها، العجينه السحريه اللي دايما انا بقول انه يمكن دي العجينه اللي طلعت استبدالا للصلصال تماما. احنا ممكن ما نستخدمش صلصال تاني مع اللعب مع اولادنا. أيوة نخليهم يلعبوا بطريقه امنه. اسطمبات اهي بسيطه قوي. هنحط فيها العجينه هنحط فيها العجينه وتطلع بشياكه اشكال مختلفه وهيستخدموها تاني في الاكل اللي هياكلوه. فطبعا دي حاجه بالنسبه لهم هتبقى يعني ممتازه جدا. وحاجه زي دي توبر بسيط قوي اهو. توبر بيقول اتس ا بوي او كيوت بوي عشان يكمل الثيم بتاع او المناسبه اللي هي الاسبوع. بتجيبي الافكار منين بقى يا مدام نرمين؟ هل بتشوفي بتطلعي على الانترنت وتشوفي صور وكده ولا بتحبي تعملي افكار انت؟ هي طبعا فكره التورت دي في مصر من زمان جدا. احنا من ايام جدودنا بيعملوا فكره التورته. بس الجديد والمستحدث في الموضوع انه الخامات نفسها اتغيرت وبقى الفكر فيها والابداعات فيها كتير قوي واحنا حتى مش ملاحقين من كتر سرعه اليوم في جديد وفي سرعه تغيير الموضوع من صحي لاصح. متخيله حضرتك؟ يعني هتلاقي نفسك كل يوم جديد. الفن ده ملوش حدود. انا دايما اقول انه اللي بيمشي ورا الفن ده بيعرف كل انواع الفنون في نفس مع الخامات دي ومع الشغل ده بيعرف فنون كتير جدا. فبرضو التورت دي كانت اول حاجه بتلفت نظرك في افراح، في اعياد ميلاد، في اي مناسبه رحتيها. الكيكه اللي كانت موجوده في الحفله صح. كان شكلها حلو، كان عليها ايه الله ده الولاد انبسطوا بيها. احنا كلنا كنا سعداء بيها. صاحبه العيد ميلاد مثلا انبسطت بيها قوي. ده نتيجه لان هي اتعملت بحرفيه وبشطاره. يبقى محتاجين نتدرب. نلعب شويه مع نفسنا من غير اي اعياد ميلاد ومن غير اي مناسبات. نلعب شويه تدريب في شويه يعني كده قبل ما ندخل المطبخ ونلعب شويه حتى لو مع اولادنا الصغيرين بحيث ان احنا لما يجي لنا مناسبه ما نلاقيش نفسنا مصدومين بقى. الوقت ضيق ما نخاطرش بالمعزومين كلهم. كلنا بيحصل لنا نفس الموقف. اخدتي وقت كتير في المرحله دي سنين بصراحه يعني احنا عشان ندرب نفسنا اكتر واكتر وندخل لمستوى عارفين كمان خاماتنا نجيبها ازاي ومنين وبره وجوه. خدت وقت. لازم الصبر. الحمد لله. انا بس قلت عشان برضه لازم الصبر يعني عشان اللي ناويه اللي بتتابعنا النهارده وناويه تبدا طبعا الموضوع في الاخر يعني والموضوع ده على فكره يعني محتاج انه فعلا كل الستات يعملوه بنفسهم. واللي عايز يحترفوا كمهنه يحترفوا كمهنه سهل قوي. سهل جدا دلوقتي عن زمان. بس نصبر زي ما بنقول. طبعا بس بنعلم نفسنا. طيب مريم هتسمعينا ايه؟ كانت كل المصريين يا رب بخير يا رب دايما بالف خير. وكانت معايا الكيك ديكوريتور الاستاذه نرمين البشلاوي. ميرسي ليكم نورتوني. ميرسي ليكم وشكرا ليكم. شكرا ليكم. كل سنه وانتم طيبين من كل اباطنا بخير ومصر كلها بخير وسعاده يا رب. يا رب كل سنه وكل المسيحيين بالف خير ويعيد علينا كلنا كمصريين الايام بالف خير يا رب. ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من سيدتي. شكرا ليكم.